يا مساء الفل يا جماعة، رجعنا لكم تاني النهاردة في فيديو جديد. والنهاردة هنتكلم عن الريفيو المنتظر لسماعات كاردو. طيب النهاردة الفيديو هيبقى مختلف شوية. النهاردة هنقسمه ل 11 كاتيجوري اللي هيظهروا قدامكم دلوقتي في الشاشة. دول الكاتيجوريز اللي احنا هنتكلم عليهم، ولو انت حسيت ان انت زهقان ينفع تروح لاخر كاتيجوري هتبقى السمري، وهنقول فيها نتيجة التست اللي احنا عملناه ونتيجة الريفيو. المرة اللي فاتت احنا عملنا انبوكسنج لسماعات كاردو. لو لسه ما شفتش الفيديو هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، اعمل بوز دلوقتي وروح على طول وانا مستنيك. ماشي. المهم النهارده بقى هنبدأ ريفيو السماعة كاردو المصرية. طيب هنقسم الفيديو زي ما قلنا 11 كاتيجوري، ونبدأ بأول كاتيجوري الديزاين بيلد اند كواليتي. طيب هي الحقيقة السماعة هي شيك، هي مش وحشة. يعني انا ما اقدرش اقول انها وحشة في مسكة ايدي، يعني هي حلوة بس هي بلاستيك. طيب احنا لو بنتكلم على برايس رينج اللي احنا فيه، هي ب 2000 جنيه، او دلوقتي كمان انا دخلت اشوف على الويب سايت اخر حاجه عشان ابقى بقول كلام ابديتد. فهم منزلين عاملين الديسكاونت كانه 500 جنيه من 2500 ل 2000. السماعه ك 2500 جنيه بلاستيك. فاعتقد كان يبقى احسن ماتيريال اعلى شويه في البرايس رينج ده، لكن هي مش وحشه. النور انا ظلمتهم في موضوع النور اللي في السماعات. النور ده بيشتغل لما السماعه تبقى محطوطه في التشارجنج كيس بس، لكن بصراحه بره التشارجنج كيس ما نورتش في ودني، ودي حاجه بسطتني لان انا كنت هتضايق جدا لو كنت ماشي في الشارع والاقي السماعه نورت في ودني. المهم ده ما حصلش، دي حاجه ريحتني جدا بصراحه، فتمام. حاجه بقى بصراحه مستفزاني شويه، ما اعرفش، ممكن يكون دي مشكله فيا، عادي لو انت مش كده. تمام. الدخله اللي هنا مربعه، الدخله اللي هنا مربعه، فانا بالنسبه لي، طب ليه العذاب؟ يعني انا وانا بدخل دي كده لازم انشنها. انت مش وانت مش باصص مثلا هتروح مدخل السماعه، انسى انسى انسى، مش هتدخل. جربتها كتير. فهي ايه، بعد فتره لازم تبص وتدخلها كويس. السماعه كمان فيها مشكله تانية، الانجل اللي فاتح بيه التشارجنج كيس ضيقه سنه. فانت مثلا لو بتعمل سينك الناحيه التانية وبتعمل كده، بتعمل حاجه غصب عنك، هتروح مقفوله. حلها ايه؟ حلها مثلا انا وانا بعمل سينك امسك السماعه بايدي من تحت كده وادوس. يعني رخمه شويه، لكن ارجع اقول لكم تاني، هنا السماعه التشارجنج كيس مات. السماعه نفسها بتلمع شايني شويه. الكواليتي مش وحشه. فاعتقد كانت محتاجه تبقى اعلى سنه. تعالوا في كل كاتيجوري نقول يا اما الكاتيجوري دي ناجحه وكويسه يا اما فشلت معانا. اول حاجه معانا الديزاين اند بيلد كواليتي، ونيجي بعد كده لبوينت ناس كتير بتهتم بيها بقى، بالذات الشباب، وهي الجيمنج مود. طيب احنا مش هنتكلم كتير، تعالوا نجرب نلعب ونشوف الليتنسي فيها هتبقى عامله ازاي. انا هعمل دلوقتي كونكت للموبايل، انا معايا موبايلين عشان الموضوع ده هيفرق شويه في الريفيوز، هتفرق في الساوند كواليتي. خلينا نجرب الليتنسي مود مرتين، ما هنجرب مره اندرويد ومره اي او اس، لان الموضوع ده هيفرق، وهقول لكم في كمان كام كاتيجوري كده هيفرق في ايه. انا هجرب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، هي محتاجه شوتنج جيم، فانا هجرب الموضوع ده في كول اوف ديوتي. تعالوا نشوف. طيب انا كده وصلت السماعات بموبايلي الاندرويد الشاومي، بفتح كول اوف ديوتي قدامكم. طيب هنتاكد ان احنا فاتحين الجيمنج مود من على سماعات كاردو قبل ما نبدا اللعب، عشان الليتنسي بتفرق. فهم فكره الجيمنج مود ان ما يبقاش فيه ليتنسي عاليه، وبالتالي تعرف تلعب كويس وتبقى يعني ما تموتش بسرعه. يعني انت لو بتلعب لعبه فيها شوتينج وسمعت صوت الطلقه متاخر، مع السلامه، انت خلاص كده. عايزين النويز كانسليشن، شكرا. مش عايزين نويز كانسليشن. دخلت على السيتنجز، اتاكدت ان الجيمنج مود مفتوح، شكرا. يلا نودي. بعد ما اتاكدت ان الجيمنج مود مفتوح وانا فاتح دلوقتي موبايل الشاومي، بدات جيم اهو مالتي بلاير، وخلينا نشوف الليتنسي. طيب خلينا نجرب، مفيش مشكله. المشكله بقى ان انا ما بحبش الماب دي. اوبا اوبا، جاي منين جاي منين؟ باشا انا بجرب سماعات كاردو، انا ما ينفعش اخسر. لا 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 لا. موت. اوكي معلش، مين اللي قتلني؟ تعالى تعالى، انت رايح فين؟ تعالى يا باشا، تعالى يا كبير. مين تاني؟ انا شايفك محمر من بعيد. اه طبعا.
ممكن نقول ان الليتنسي هنا ملي سكندز. انا بصراحه يعني عجباني في الجيمنج مود ده، كان على الاندرويد. ودلوقتي هجرب العب نفس اللعبه كول اوف ديوتي بس على ايفون، وتعالوا نشوف الليتنسي هي ولا اوحش ولا احسن. هتاكد جوه الايفون من السيتنجز، جيم مود مفتوح. طبعا مع كل سيتنجز انا بفتحها او بغيرها السماعه بتتكلم، فهي بتقول لي جيمنج اوف او جيمنج اون. بعد اذنك يا مورتي تعالى هنا. يلا بينا نجرب دلوقتي ماتش، والماتش ده هيبقى جوه كيل هاوس. وانا يا جماعه بصراحه يعني انا بصراحه تخاف مني جوه كيل هاوس بصراحه، انا بقول لكم الحقيقه. يعني انت لو دخلت ولقيت اسمي في كيل هاوس خاف على نفسك. المهم انا مش جاي اخوفك مني، انا جاي اوريك الليتنسي. قنبله يا نهار ابيض، وصل كده. الفرق مش كبير بين الاندرويد والاي او اس لحد دلوقتي، انا قاعد بجرب. فلا بصراحه ممكن اقدر اقول برضو فرق ملي سكندز في الليتنسي كويسة جدا جدا. الماتش فاضل له 9 بوينتس، هنجيبهم يعني هنجيبهم. ناخد بقى الفاينل كيل. لازم يا جماعة معلش، يعني انا قلت لكم زي ما انتوا شفتوا كده. بصراحة الجيمنج مود ممتاز، هي ملي سكندز. بصراحة انا ما حسيتش قوي وانا بلعب وكنت تمام جدا. فلا في الاندرويد وفي الايفون ما حسيتش كمان بفرق، ودي بوينت مهمة ان مفيش فرق بين التو بلاتفورمز. ممكن اقدر اقول ان تاني كاتيجوري معانا كسبانه. نيجي دلوقتي بقى اللعبه مهمه وبتفرق قوي، بالذات مع الناس اللي بتشتغل ريموتلي والناس اللي شغاله من بره، مثلا قاعده في كافيه قاعده في حته. دايما بنقول الاكتيف نويز كانسليشن. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجرب حركه عشان نتست بيها الاكتيف نويز كانسليشن، وهي ان انا اشغل من اليوتيوب نويز بتاعه كافيه. الصوت هيبقى ايه الفرق؟ طيب انا هكونكت دلوقتي على موبايلي. الحاجات دي ما بيفرقش فيها اندرويد ولا اي او اس، فخلينا نجرب على موبايل واحد مش هتفرق معانا. الحاجات اللي ممكن تفرق وهي لسه جايه زي مثلا الاوديو كواليتي، مثلا الميوزك هنا اعلى من هنا شويه، دي لسه هنجيلها. فخلينا نشوف دلوقتي الاكتيف نويز كانسليشن. انا دلوقتي قاعد في كافيه بشتغل يا جماعه، عايز اركز بعد اذنكم، انا مش عارف اركز، الصوت عالي جدا. طيب تعالوا نجرب نويز كانسليشن. طبعا انا مجرد ما هدوس نويز كانسليشن السماعه لازم تقول لي نويز كانسليشن مود ان كيس انت مش شايف. دي حاجه بتاعت كل واحد، لو عجباك تمام. انا بصراحه كان بالنسبه لي كفايه ان انت تعملي ساوند افكت، مش لازم تقول لي في ودني هي ايه. المهم هنجرب دلوقتي صوت دوشه. اوكي دلوقتي في صوت دوشه حواليا. هجرب بيزك مود، ترانسبيرنسي، نويز كانسليشن. اوكي دلوقتي هجرب حاجه مختلفه، هجرب افتح المروحه فهتسمعوا صوت زي صوت الرياح. ونعلي شويه، اروح على اعلى حاجه، وبرضه مشغل نويز كانسليشن كاني مثلا في الطريق، كاني في العربيه. صوت الكافيه. طيب بصراحه كده انا جربت الاكتيف نويز كانسليشن، ما حسيتوش اقوى حاجه بصراحه. حسيت ان انا جرب كده مورتي، عارف احساس لما بتبقى لسه طالع من البسين وودنك مسدوده سنه؟ بالظبط هو ده الاحساس. فهل هي بتكنسل اي نويز؟ بصراحه لا. طيب بالنسبه للترانسبيرنسي مود اللي فيها بالمره هندخلها في نفس كاتيجوري الاكتيف نويز كانسليشن. هي كانها بتامبليفاي الصوت سنه زياده، لكن وانا فاتح ترانسبيرنسي مود لو في حد بيكلمني فانا بحس ان هو بيتكلم في مايك في ودني. فاهمين قصدي؟ الصوت مش طبيعي، مش ناتشرال. الصوت مش طالع كانه مثلا وانا قالع السماعه زي ما انا بتكلم مع اي حد في الطبيعه. لا انا حاسس ان سنه انت بتتكلم برضه في مايك، مش طبيعي 100%. لكن وجود الفيتشرز بصراحه حاجه حلوه، اوبشن حلو. واتمنى فعلا يا كاردو، انا مبسوط بالبراند بتاعكم، مبسوط ان انتوا بتكبروا واول براند مصري بيعمل الكلام ده. ما تزعلوش من كلامي، اتمنى ان انتوا تتحسنوا. لكن للاسف الاكتيف نويز كانسليشن كاتيجوري كده. احنا خلصنا كاتيجوري رقم 3 وهنخش على كاتيجوري رقم 4، حاجه ناس كتير بتحبها وهي الاوديو بيرفورمانس. انا مش راجل مهندس صوت، انا مش بفهم في الكواليتي 100%، لكن اعرف افرق شويه
بين مثلا التريبل او اللي هي الحاجات الهاي، والميد او اللي هي الفوكلز، والبيز او اللي هي الحاجات اللو. المرة دي كان في فرق بين الايفون وبين الاندرويد، فخلينا الاول نبدأ بميوزك على الاندرويد. هنستخدمها في البيزك مود، انا مش محتاج اعمل اي حاجة زيادة. وعلى فكرة هي يعني الاير تيبس بتاعتها وانها سيلد جوه ودنك، بصراحة ده يغنيك شوية عن النويز كانسليشن. فانا يعني برضو ماشي تمام، يعني انا مش هعتبر ان النويز كانسليشن موجود. خلينا نكمل الريفيو دلوقتي، نشوف الاوديو بيرفورمانس. هشغل اغنية فيها بيز شوية، عشان بصراحة انا بحب الاغاني اللي فيها بيز عالي وبحب السماعات اللي فيها بيز عالي. فخلينا نجرب ايه اللي حصل ده. انا بيحصل حاجة في ودني دلوقتي مربكة شوية بالنسبة لي، في باكيت لوس او في حاجات بتقطع السماعه، بتقطع شويه ساعات، الشمال بتفصل سنه وتروح جايه تاني واليمين تشتغل، في حاجه غريبه في النص كده. بس انا كمان يعني انا شور ان انا مش مكونكت اكتر من جهاز، لان انا لسه ما جيتش للبوينت دي. فانا مش عارف ايه السبب، بس انا هكمل الاغنيه. برضو في تقطيع على فكره، انا لاعب في الايكولايزر ومخلي البيز عالي. طيب انا سمعت الاندرويد، خليني اسمع من الايفون واقول لكم رايي. خلينا نسمع نفس الاغنيه وانا عامل كونكت على الايفون. 100% في فرق بين الاندرويد والاي او اس. 100% في فرق. هي اعلى في الايفون، البيز اعلى في الايفون، لكن ومش هتفرق مع الناس كلها، فانا بقول لكن نوت صغيره. حاسس ان كأن لو انت شايف الميوزك لايرز، وهي عباره عن لايرز كتير والات كتير، كأن كلهم لاير واحده. مفيش قوي تقسيم في الصوت، مفيش قوي، الالات مش باينه من بعضها قوي. مش هتفرق مع الناس كلها، وبصراحة أنا لو مشغل حاجة ومعليها كافية جدا بالنسبة لي وحلوة جدا بالنسبة لي. وبكده أقدر أقول إن الأوديو بيرفورمانس بصراحة حلو جدا. يعني مقارنة بنفس الفئة السعرية، لا فعلا الأوديو بيرفورمانس كان كويس. نيجي بقى لكاتيجوري انترستنج بالنسبة لي جدا، وهقول لكم ليه هي انترستنج بالنسبة لي جدا، وهي كاتيجوري الابليكيشن. يعني انا هوريكم فيديو دلوقتي. الفيديو ده انا كنت بحاول اكونكت السماعه، وفجاه زي ما انتم شايفين في الفيديو تقريبا السماعتين انفصلوا جوه التشارجنج كيس، واقنعوا بعض لا خلاص احنا مش هنكمل طريقنا، فكل واحده بقت كونكتد از انها سيبريت. طالع لي في البلوتوث اتنين، طالع لي في البلوتوث اسم كمان غريب اسمه تويو، باين تي يو واي او، معرفش ده ايه. والاتنين بيعملوا كونكت سيبريتلي مش مع بعض از انها سماعه واحده. انا مش فاهم ده ايه بصراحه. حبه بكونكت، ادوس على دي كونكت، ادوس على دي كونكت. والغريب ان انا كنت عامل كونكت لموبايلين مع بعض في نفس الوقت، واسمع من هنا الموبايل ده يشغل لي السماعه اليمين، واسمع الموبايل ده يشغل لي السماعه الشمال. انا دي كانت حاجه بالنسبه لي غريبه جدا في الابليكيشن، وضايقتني جدا جدا من الابليكيشن. طيب كمان خليني اعمل سكرين ريكورد واوريكم حاجه تانية بقى. انت دلوقتي بتسبورت المالتي بوينت كونكتيفيتي، او ان انا اكونكت على كذا جهاز في نفس الوقت. ليه مش حاطط لي ان انا امانج الاجهزه الكونكتد بالسماعه من الابليكيشن؟ يعني على الاقل انا عايز اعرف مثلا انت ليميتد لاثنين لثلاثه ديفايسز لاربعه، انا ما اعرفش. وبعدين انا عايز اقول مثلا لا خلاص فورجيت الديفايس ده، وعايزك تفضل كونكتد بالديفايسز دي بس. فانا مش عارف اعمل كده. اليو اي بتاع او اليوزر انترفيس بتاع الابليكيشن محترم بجد ومحتاج ابديتس. وبمناسبه الابديتس، الابليكيشن مش قايل لي السماعه فيرجن كام، حتى سوفت وير فيرجن كام، هيبقى فيه ابديت مش هيبقى فيه ابديت. دي حاجه انا محتاج اعرفها. فانا بصراحه دي حاجه ما عرفتهاش. عندهم ايكولايزر في الابليكيشن، وفي بقى فيتشر بصراحه عالميه عرفتها من الابليكيشن، هم مش عاملين يعني ضجة عليها قوي. السماعة فيها جي بي اس، وبالتالي لو ضاعت منك هتعرف مكانها، ودي فعلا فيتشر تحفة وهم مش قايلين عليها. في ايكولايزر وتقدر تعدل فيها، تقدر تكستمايز في التاتش. وبصراحة التاتش يا جماعة ينفع تعمل كليك واحدة على اليمين وعلى الشمال، ينفع تعمل التو كليكس على اليمين وعلى الشمال، ينفع تعمل الثري كليكس على اليمين وعلى الشمال، ينفع تعمل لونج بريس على اليمين وعلى الشمال. فالابليكيشن بصراحة اوفرول ديزاين كويس، محتاج شوية تظبيطات، محتاج تبقى شفاف اكتر شوية، محتاج تقول لي السوفت وير بتاع السماعة فيرجن كام، في ابديتس ايه، الباك فيكسز اللي انت بتعملها سواء ابليكيشن او في السماعة، تقول لي النكست لو في نكست ابديت تقول لي ان انت اب تو ديت. وبصراحة مشكلة ان السماعة كانت كونكتد انها اتنين سماعتين مش واحدة،
هتخلي الكاتيجوري دي للاسف تفشل معاك. الكاتيجوري رقم 6 وهي الفيت اند كومفورت. بصراحه كده انا نزلت اجري بالسماعه، جربت الف بيها حبه حلوين واتمشيت بيها ورحت وجيت. السماعه فعلا الفيتنج بتاعها كويس قوي في ودني، وانا ودني فيها مشكله ان مش كل السماعات بتمسك فيها كويس، فانا عندي عقده من الموضوع ده. لكن بصراحه السماعه خفيفه ولذيذه جدا في الودن، انا ما حسيتش باي مشكله فيها، بالعكس مع مده طويله انا فضلت تمام مرتاح، مش حاسس ان انا متضايق ان في حاجه ماسكه في ودني مثلا، او في حاجه رخمه في ودني تقيله. لا بالعكس، هي سماعه خفيفه. خليني اقول لكم برضو بمناسبه ان احنا في الكاتيجوري دي، وزن السماعه بالسماعه ومن غير سماعه وكل فرده طبعا قد ايه. طيب الفرده اليمين 4 جرام بالظبط، الفرده الشمال 4 جرام بالظبط، التشارجنج كيس لوحدها 31 جرام. يعني انت بتبقى شايل في الودن لو انت لابس السماعتين شايل 8 جرام في ودنك، بصراحه ولا حاجه ولا هتحس بيها خالص. والتشارجنج كيس حتى في جيبك مش هتضايقك، 31 جرام ولا اي حاجه. الموبايل بيبقى مش اقل من 250 مثلا. فبصراحه في الفيت اند كومفورت كاتيجوري لا، السماعه بصراحه زي الفل. نيجي بقى في الكاتيجوري السابعه وهي المالتي بوينت كونكتيفيتي. ايه يعني ايه مالتي بوينت كونكتيفيتي؟ يعني ان انا ابقى عامل كونكت على كذا جهاز في نفس الوقت. طيب انا جربت اكونكت السماعه قبل كده باللابتوب والموبايل. لما بتجيلك كول السماعه وانت مشغل حاجه على اللابتوب، اللابتوب بيعمل بوز، لو في ميوزك شغاله هيعمل بوز لوحده، والكول هتشتغل لوحدها اوتوماتيك في ودنك وهتقدر ترد على طول. انا ما كانش عندي مشكله خالص في المالتي بوينت كونكتيفيتي، غير ان انت مش قايل لي في الابلكيشن زي ما اتكلمنا. قول لي ان دي الديفايسز بتاعتك اللي انت عامل بيها كونكت مع بعض، عشان اعرف امانج، عشان اعرف اطفي مثلا الجهاز ده واشغل الجهاز ده. دي كانت عامله لي مشكله شويه، لكن طول ما هي شغاله كويس، يعني البج بتاعت ان انا اكونكت دي لوحدها ودي لوحدها مش موجوده. المالتي بوينت بصراحه فيتشر تحفه. وعلى فكره هي كانت بالنسبه لي سيلينج بوينت في سماعات قبل كده كنت بروح لها مخصوص، عشان انا مثلا في شغلي مش هقعد اعمل كونكت للسماعه دي وافصلها وبعد كده اروح على الجهاز التاني اشغل كونكت البلوتوث. شغلانه فعلا رخمه. فالمالتي بوينت بالنسبه لي هي سيلينج بوينت، او بالنسبه لي حاجه فعلا ممكن ادور عليها في اي سماعه واروح لها مخصوص للسماعه لو الفيتشر دي موجوده. فبما ان الفيتشر دي موجوده بجد هي حاجه حلوه جدا. ارجوكوا يا كاردو لو سامعيني والفيديو ده وصل لكم، حلوا الباجز دي، هتفرق جدا مع الناس، لان فعلا السماعه مليانه فيتشرز. فاقدر اقول ان المالتي بوينت كونكتيفيتي بالنسبه لي ناجحه. لو انت لسه مكمل معانا الفيديو وما زهقتش، احنا في الكاتيجوري رقم 8 وهي الكول كواليتي، ودي حاجه بتفرق مع ناس كتير، وكمان هنجرب فيها فيتشر هم قايلين عليها وكاتبينها بالبونت العريض لو تفتكروا، الانفايرمنت نويز كانسليشن. يعني وانا بتكلم في مايك، لو برضو جبنا صوت الكافيه اللي احنا كنا قاعدين فيه، المفروض الناس تسمعني كويس. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشيل المايك، هقوم من قدامكم، هحط المايك على الترابيزه، وانتوا اللي هتحكموا الكول كواليتي عامل ازاي. يلا نجرب. طيب دلوقتي انا هجرب اتكلم من موبايل، هكلم الموبايل اللي محطوط على المكتب، وهفتح السبيكر، فانتوا هتسمعوا دلوقتي المايك كواليتي. هجرب مرة وانا فاتح صوت الكافيه ومرة وانا قافل، وتعالوا نشوف الكواليتي عاملة ازاي. انا دلوقتي هتكلم من موبايل ايفون وهتسمعوني من موبايل اندرويد. دلوقتي انا بتكلم من سماعات كاردو وموصلها بالايفون، وبكلم الموبايل الاندرويد وفتح السبيكر على الموبايل الاندرويد، ودي الكواليتي وانا في حته هاديه. ودي الكواليتي لو انا بكلمكم من حته دوشه قاعد في كافيه مثلا، وشوفوا انتوا سامعيني كويس ولا لا. بصراحة أنا شايف إن الكول كواليتي كانت معقولة جدا. إحنا بنتكلم على رينج سعر معين، مش بنتكلم على فلاج شيب، فهي بالنسبة للفئة السعرية دي فعلا الكول كواليتي كانت حلوة جدا، وأقدر أقول إن الكاتيجوري دي نجحت معانا. نيجي بقى يا جماعة في الكاتيجوري رقم 9 وهي الباتري لايف. فهي الباتري لايف بصراحة أنا جربتها فوق ال 12 ساعة شغل، بين التصوير وبين قبل التصوير إن أنا بتست السماعة، وبين إنه أنا أصلا نزلت أجربها وأجري بيها والتصوير نفسه في وقت التصوير. أنا عندي مشكلة واحدة بس في الباتري لايف، وهي إن الأبليكيشن مش قايل لي التشارجنج كيس فاضل له قد إيه، فأنا مش عارف. لكن السماعتين شغالين معايا لحد دلوقتي، ما احتجتش أشحن التشارجنج كيس غير مرة واحدة أول ما جبت السماعة، وأنا بقالي فوق ال 12 ساعة. فأقدر أقول إن كاتيجوري الباتري لايف زي الفل وناجحه معانا. نيجي بقى للكاتيجوري رقم 10 وهي الاكسترا فيتشرز. السماعه مليانه فيتشرز، السماعه فعلا
مليانه فيتشرز. السماعه بين انها بتديك كاستمايزيشن للتاتش، والتاتش بتاعها فعلا حلو، بتديك سنجل تاتش، دبل تاتش، تريبل تاتش، ولونج بريس، تقدر تتحكم في كل حاجه من الكاستمايزيشنز دي. السماعه بتديك جي بي اس عشان لو السماعه ضاعت تعرف تلاقيها. بتديك فيتشر كمان انها بتعمل صوت لما تكون ضايعه عشان تعرف تلاقيها، لو هي طالعه بره التشارجنج كيس طبعا وكونكتد على الموبايل هتعرف تلاقيها. السماعه مليانه فيتشرز حلوه قوي، ولكن نصيحتي لكاردو، انتوا براند قوي بتبنوا نفسكم بطريقه حلوه جدا متميزه، ارجوكوا بدل ما تدوني سماعه واحده مليانه فيتشرز، ادوني سماعتين، واحده تكون بتلعب في رينج سعر قليل شويه في متناول الناس كلها بنفس الماتيريال دي، وتكون كمان ما فيهاش كل الفيتشرز دي. ومش كل الناس محتاجه الاكتيف نويز كانسليشن، مش كل الناس محتاجه نفس الفيتشرز الكتير والجي بي اس والكلام ده كله. اقدر اشيلهم وانزل في السعر باستعمال نفس الماتيريال. لكن على الناحيه التانيه ممكن تديني سماعه فلاج شيب تتراوح سعرها من 3000 ونص ل 5000، بس تديني فيها اكتيف نويز كانسليشن، تديني ماتيريال احلى شويه من البلاستيك اللي انا ماسكه، احس ان دي حاجه بريميوم في ايدي، والديزاين بتاعها هيكون احلى شويه واشيك وفيها كل الفيتشرز، بس الفيتشرز تكون معموله بطريقه كويسه. وارجوك يا كاردو نزلوا ابديت للابلكيشن وحلوا الباجز، لان في فعلا مشاكل محتاجه تتحل عشان السماعه تبقى احسن. وارجوكوا حطوا في الابديت الكيس فاضل لها كام %، انا هعرفها ازاي؟ فيا كاردو لو الفيديو ده وصل لكم باي طريقه ممكنه وسمعتوني، ارجوكم نزلوا سماعتين بدل سماعه واحده مليانه فيتشرز، وكل واحده تكون بتمتاز بالكواليتي بتاعتها. ومش مشكله تكون منزل في السعر شويه وتكون الكواليتي قليله شويه، لكن تديني في الفلاج شيب ماتيريال احلى والفيتشرز تكون معموله بصوره احسن. لان مثلا دلوقتي الاكتيف نويز كانسليشن هي فيتشر موجوده ولكن بلا استعمال بالنسبه لي. وبكده نكون وصلنا لنهايه كاتيجوري اكسترا فيتشرز، واقدر اقول بصراحه السماعه مليانه فيتشرز وبالنسبه لي هي زي الفل. وبكده نكون وصلنا للكاتيجوري رقم 11 وهي السمري، وانا بريكومند السماعه ولا لا. السماعه اوفرول هي ناجحه، ولكن هقدر اريكومند السماعه بكل امانه لما الباجز اللي موجوده دي تتحل، اشوف البرسنتج بتاعت التشارجنج كيس في الابلكيشن يتحسن شويه، يقول لي السوفت وير فيرجن كام بتاع السماعه بتاع الابلكيشن، يقول لي الابديتس، اشوف الابلكيشن مش بيهنج اول ما بكونكت الموبايل، الابلكيشن يشوف السماعه انها كونكتد على طول، كمان المالتي بوينت كونكتيفيتي تكون اتحسنت شويه، ما يكونش فيه الباج اللي حصلت بتاعه ان انا السماعه دي تشتغل لوحدها والسماعه دي تشتغل لوحدها، يكون مشكله البلوتوث نيم اللي ظهر فجاه معايا TUYO، انا معرفش ده ايه بصراحه. لكن خلونا نقول ان السماعه حلوه، وانت سمعت كل الفيديو وانت حر تروح تشتريها ولا لا، لكن انا اقدر اريكومند للناس اول بصراحه ما الباجز دي تتحل، وانا شايف ان السماعه فعلا عندها البوتنشال قوي جدا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وانتوا لو وصلتوا للدقيقه اللي احنا فيها دي اشكركم جدا ان انتوا قعدتوا معايا للاخر. وما تنساش لو الفيديو كان مفيد بالنسبه لك اللايك والشير والسبسكرايب، ولو ما كنتش شفت فيديو الانبوكسنج اللينك في الديسكريبشن، واستنوني في حلقه جديده.